السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخياطي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، سامح هموم أمتنا جميعا يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. عملنا بقى شوية سمك مرجان، شوية رز صيادية. سمك مرجان بقى، بصوا الاسكندرانية والجماعة بتوع المدن الساحلية عارفين يعني ايه سمك مرجان، نضيفه وقلبه نضيفه زي الفل، بياكل جمبري، بس انا حبيت افتح بطنه وانضفه كده. طلع بقى سمك حكايه. شويه سلطه خضراء وشويه طحينه. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. ده سمك مرجان. فتحت بطنه ونضفته وخليته زي الفل. وعلى فكره في ناس بتقليه زي ما هو كده من غير ما يتنضف، وفي ناس بتنضفه. انا حبيت انضفه عشان ايه، لما نيجي ناكل بقى يبقى سهل وناكل، بس رغم ان بطنه ما فيهاش غير حته الكبده فقط لا غير، وتلاقيه محمر كده لان بيتغذى على الجمبري. الصيادين واللي بيفهموا في الاسماك عارفين ان البربون والمرجان بيتغذوا على الجمبري. طول ما هم في البحر بياكلوا الجمبري. تمام كده، مسكته نضفته خليته زي الفل ورشيت عليه شويه ملح وسبته منقوع، نزل الميه كده وزي الفل. نعمل بقى شويه رز صياديه. حطينا الزيت بتاعنا سخن، نزلنا بالبصل مقطعينه تقطيع كده حلو. طب زي التقليه بتاعه المحشي كده، حاجه كده سريعه. وقلنا نغير بقى ونعمل بقى شويه سمك كده وشويه سلطه خضراء. كله كده على السريع، وكان يوم جميل ويوم حلو. رمضان عدى وخلص والايام جريت هوا، والعيد جه وخلاص هيخلص كمان. يعني بصوا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يحصل البركه يا رب. حطيت بقى الجرجير وفلفل والطماطم ونقعتهم في ميه بخل كده شويه صغيرين. بعد كده شطفتهم تاني وحطيتهم في ميه تانية عشان اي حاجه فيهم تبقى الخضره نظيفه وحلوه. نحمر بقى البصله كده ونغمقها قوي عشان يبقى الرز الاسكندراني باين حلو كده، ونزود له التزويده تكون ميه سخنه. احب انا الرز بتاع الصياديه اعمله غامق. تغمقي البصله مش معنى ان تغمقي البصله تحرقيها، لا تغمقيها، وشويه كمون. وحطيت بقى شويه كركم كده صغيرين خالص، يخلوا الرز كده مصفر معاكم حلو. حبه كده سنه صغيره ملح وكمون وسنه كركم. مسافه ما غلت نزلت بالرز المصري بتاعي مغسول زي الفل. طبعا عملت معاكم رز كتير جدا، بس برضو ما يمنعش ان انا اعمله، لان الجديد اللي داخل عليا بيشوفني ما شافنيش قبل كده يشوف ويعرف. خلصنا الرز ووطينا عليه. نعمل بقى شويه سلطه خضراء، طماطمايه على قرن فلفل على شويه جرجير وشويه بقدونس وليمونه تتعصر عليهم كده، وبقى وخيارايه. شويه سلطه، بصوا بنسيب الدنيا كلها وبناكلهم. احب احط عليها قرن شطه حامي، بيدي بصوا تحفه. بنشرب الميه بتاعت السلطه كده. ساعات بقى لو عامله جزر بحط جزر مبشور. عندي جرجير، كزبره، بقدونس، خس. حطي قرن الشطه اللي انا قطعته ده، خلى السلطه راحت في عالم تاني وفي دنيا تانية، وبيحلي الاكل مع السمك بقى، ويا سلام يا سلام. انا السمك المرجان ده ما بحشوهوش ولا احط فيه دقه. مسكته كده، نضفته وخليته زي الفل ورشيت عليه شويه ملح. مية مية. الدقة بقى برشها في الآخر، التكة الأخيرة والحركات للسمك بقى في الآخر خالص. تشوفوا الدقة بتاعتي بقى اللي بتخلي السمك تحفة. شوية جرجير بقى مع شوية بقدونس وكزبرة خضرة، يتخرطوا كده ونعمل أحلى طبق سلطة. كل سنة وانتم طيبين، ورب يجعله عيد سعيد مبارك عليكم يا رب العالمين، ويجعل بيتكم كله هنا وسرور وفرح وكله أعياد. خلصنا السلطة بتاعتنا زي الفل. نعصر نص ليمونة حلوة كده. احب اعصرها على السكينة رغم ان انا عندي معصرة بتاعة الليمون، بس انا بحب على السكينة كده تنزل الليمون الرز بتاعنا بقى هو خلاص اتشرب، مسافة ما يتشرب اديله تقليبة حلوة كده، واوطي عليه شمعة بقى، اسيبه يستوي براحته، يستوي على الهادي. ولا بحط له شياطة ولا بحط له اي حاجة تحت خالص. نعمل بقى شوية الطحينة. سمك يعني طحينة، لازم اعمل طحينة.
طحينة بابا غنوج بقى الموجود بعمله. حطينا شوية الطحينة بتوعنا وشوية شطة وشوية كمون وشوية توم باودر، ولو في توم فريش بندق له دقة وبنحط له توم فريش اهو، توم باودر. في الاخر بقى لما اجي اعمل دقة السمك هقوم حاطة برضو ايه شوية دقة كده من بتوع السمك كده، التوم والشطة الحمراء وكده، وعصرة ليمون. لو مفيش خل، انا مفيش خل متوفر، حطيت عصرة ليمون وازود مية، كل ما تعوز مية تديها. احلى شوية طحينة بصراحة، ولا مغشوشة ولا حط عليها عيش ولا حط عليها حمص شامي ومطحون، لا طحينة طحينة خام مظبوطة. تفضلي تقلبي فيها كده اتجاه واحد، كل ما تلاقيها تتخن معاكي تزودي، تفتحي وتبيض، تبقى حلوة. انا بحب اعملها لاولادي مع الاسماك ومع المشاوي، عبهم في طبقين كده مية مية، كل حاجة على السريع زي الفل كده. ايه خلصنا الطحينة والسلطة كل حاجة، نقطة زيت بقى ايه زيتون على الوش كده يظبطوا الدنيا، يعملوا حركات. معلش انا دايما بتبقى ايدي فيها حته قماشه او فوطه رايحه جايه، اي حاجه واقعه على البوتاجاز ما بحبش حاجه ايه تبقى على ايدي. بقى قرن شطه حامي بقى مولع احمر مع كام فص توم وشويه ملح وشويه كمون وضربتهم في الكبه الصغيره دي. بعملها بقى الحاجات الايه البسيطه اللي زي دي، دقه السمك، إيه حاجات ايه كده بقى خفيفه. فرمتهم فرمه محترمه. قلت بقى ايه قبل ما احطهم على للسمك وكده احط بقى حبه صغيرين في الطحينه، عملتهم. هعمل بقى دقة محترمة، ده توم شطة حمرا كمون ملح. بعد ما خلصت بقى كنت اعمل بابا غنوج، قلت لا انا نفسي اقوم عامله ايه بتنجان مشوي. قلت لا مش عامله ولا مشوي ولا بابا غنوج ولا بتاع، لا قمت جايه اقليهم واقوم حاطه عليهم دقه كده وشويه ليمون ومقلباهم، كانوا طبق تحفه. بغير رايي في ثانيه، يعني انا مطلعه على اساس اشويها واعملها ايه بابا غنوج. قلت لا والله ما انا عاملاها بابا غنوج، هقليها كده اهو بسرعه بسرعه. قطعتها حطيت عليها شويه ملح، نزلت ميتها، وما تيجي تحطها بقى في الزيت بقوم ماسكه البتنجانيه كده نطراها كده زي ما انت شايفه كده، تنزل الملح اللي فيها، طالعه مقرمشه وتحفه. وراكم كده بتبقى مقرمشه كده في القمر، بس نفسي كنتوا تسمعوا صوتها. الدقه دي بقى هجيب بقى شويه ليمون كده واعصره بقى، املاها كده ايه ليمون كده بالدقه دي. بتنجانه ما شاء الله كمني رشيت عليها ميه ملح وسبتها، نزلت الميه اللي فيها، اتحطت في الزيت طالعه ناشفه وجميله. ليمون برضو على السكينه كده بينزل كل الميه اللي فيه. بص ايدي وعيني في كذا حاجه، بعصر الليمون لقيت البتنجان هيحمر مني طلعته صفيه خالص كده. والمصفى دي بصراحه بتصفي معايا اي حاجه. وفي نفس العلبه صفيتها اهوت وحطيته فيها، مش هخسر بقى ولا اظبط ولا اكتر مواعين ورايا. في نفس العلبه كده بصوا ناشف ازاي. هكمل بقى بقيه عصر الليمون على الدقه. ادم كالعاده جاي يستكشف وجاي يشوف جنبي ايه الحاجه معموله ايه، وواقف. جيت اجيب الكاميرا عليه جري. بص جبتها عليه وهو دي بوسه وعلى كده. شوفوا بقى الليمون والتحفه بقى والدقه الجميله. خلصنا بقى البتنجان، نقلي بقى السمك. طبيعي لما تكوني هتعملي سمك لازم تقلي قبليه اي حاجه انت هتعمليها، لو بتقلي بتنجان او فلفل او اي حاجه تعمليها الاول في الزيت وبعد كده السمك الاخر. السمك بص اهو انا مرشه عليه بس ملح يا دوبك، بس هتعملي في الدقيق كده وتنطريها كده وتقومي حاطه، طالع مقرمش وزي الفل. حط بقى شويه دقه صغيرين كده بالليمون وقلبتهم كده اهو. بصوا ما خدش في حاجه في ايدي حاجه. واقوم جايبه طبق حاطه فيهم بقى وشويه طماطم مقطعهم ورمياهم عليهم، كان طبق ملوش حل. سبت كل حاجه واكلته. طبق برضو الطماطم مع شويه الدقه كله قلبتهم في بعض. بسم الله ما شاء الله، طبق يعني مش عايزه اقول لكم، طبق بتنجان تحفه. والسلطه برضه اهو مية مية.
خلصنا السلطة وخلصنا البتنجان وعملنا الطحينة والرز، وبنقلي السمك بقى. بعمل السمك في آخر وقت، خلاص هعرف ان احنا هنتغدى او محطة مقلية السمك. طبعا انا دايما اللي بيتفرجوا عليا من زمان عارفين ان انا بطلع السمك في غطا حلة، غطا حلة من الغطا الحلة البلدي الغويط ده، عشان لو في زيت ولا اي حاجة ينزل يجري في قلب غطا الحلة كده ايه من تحت. فكرة حلوة وكويسة وبتنفع معايا بصراحة. يعني انا بقوم عاملاه كده وجايباه من الجناب، تلاقي الزيت كله نزل يجري على تحت ايه، على غطا الحلة، يصفي خالص. وبعد كده رصه في طبق او في سرفيس او في اي حاجة. افكار برضو، يعني اللي بيبقى عارف حاجة بيقولها التاني. بصوا ما شاء الله تلاقي الزيت جري بقى في الحتة اللي في النص الغويطة دي. اغرف الرز بقى خلاص، اخر طرحة سمك بقى كده، بقوم ايه ابتدي اغرف الرز بقى. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك، واللي بصوا اللي ما اشتركش